الحمد لله رب العالمين، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء يشوبه، وهو الباطن فلا أحد يراه. خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومصطفانا محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين، الذي قال صلوات ربي وسلامه عليه: لا يعرف قدري إلا ربي. محمد واسمه يشفي مواجعنا، ما قصده موجع إلا وشفاه. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك أمهات المؤمنين، كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، عن نعمة الأمن نتحدث. نعمة الأمن هي من أفضل النعم بعد نعمة الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. ونعمة الأمن بعد نعمة الإسلام. ولذا لما تكلم ربنا تبارك وتعالى عن أهل سبأ قال: سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وقال ربنا تبارك وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال ربنا أيضا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعمة الأمن. ولذا يخبرنا صلى الله عليه وسلم فيقول: من بات آمنا في سربه، لم يقل آمنا في عمارته ولا في قصره ولا في بيته، من بات آمنا في سربه معافى في بدنه يمتلك قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. هي دي الدنيا كلها. من بات آمنا في سربه معافى في بدنه يمتلك قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع أخاه المسلم. أمور لا بد أن يعرفها المسلمون. ولذا لما دعا إبراهيم عليه السلام خليل الله ماذا قال لربه؟ قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. يبقى نعمة الرزق جاءت بعد نعمة الأمن. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وقال أيضا:
رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم، إنه دعاء الأنبياء، دعاء المرسلين، وهم الذين يوحى إليهم من قبل الله تبارك وتعالى. فمن أراد أن يحافظ على أمنه وأمن وطنه وأمن دينه، أول حاجة الاستقامة والطاعة. ما تجيش كده من فراغ، لابد من الاستقامة والطاعة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. يبقى ربنا بيأمنهم بملائكته سبحانه وتعالى ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الأمر الثاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. دول مالهم؟ وأولئك هم المفلحون. أمر. ولذا ينظر النبي صلى الله عليه وسلم من مئات السنين وكأنه ينظر إلينا من ثقب باب، وينظر إلى الذين لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، فيقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما بالكم إذا طغت نساؤكم وفسق شبابكم وتركتم جهادكم؟ قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: والذي نفس محمد بيده وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه يا رسول الله؟ قال: ما بالكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: والذي نفس محمد بيده وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه يا رسول الله؟ قال: ما بالكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ والذي نفس محمد بيده ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصير الحليم فيها حيران. الأمر الآخر تحقيق العدالة، إعطاء كل ذي حق حقه. من ضمن الأمن الذي يؤمن الناس في أوطانهم إعطاء كل ذي حق حقه. ولذا القول المشهور لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. نعم، إن نعم الله حول الإنسان كثيرة، ونعم الله لا يحصيها العبد ولا العقل. ومن نعم الله إذا نظرت إلى شمسه وقمره، والقرآن يتحدث عن ذلك: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ونعم أخرى نعمة السماء ونعمة الأرض. لمن هذه النعم؟ لمن يعتبر. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. بل ونعمة خلق الإنسان. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. من نعم الله عليك أنك كنت عدم، كنت تراب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ولذا يناديك الملك: ابن آدم خلقتك في بطن أمك ولم تك شيئا
فهل يقدر على ذلك إلا الله؟ وجعلت لك في بطن أمك متكئا عن يمينك وعن يسارك، فأما الذي عن يمينك فالكبد، وأما الذي عن يسارك فالطحال. وجعلت لك في بطن أمك عرقان يمدانك بالطعام والماء، فهل يقدر على ذلك إلا الله؟ وغطيت وجهك في بطن أمك بغطاء حتى لا تشم الرائحة الكريهة، فهل يقدر على ذلك إلا الله؟ وعند الولادة أرسلت إليك ملكا فأخرجك على ريشة من جناحه، فهل يقدر على ذلك إلا الله؟ وجعلت لك في ثدي أمك لبنا باردا في الصيف دافئا في الشتاء، فهل يقدر على ذلك إلا الله؟ وألقيت محبتك في قلب أبويك فلا يشبعان حتى تشبع أنت، ولا ينامان حتى تنام، فلما كبرت يا ابن آدم بارزت الله بالمعاصي. وفي ذلك يقول القائل: تذكر جميلي، تذكر جميلي مذ خلقتك نطفة، ولا تنس تصويري ولطفي في الحشا، فسلم إلي الأمر واعلم بأنني أدبر أحكامي وأفعل ما أشاء. ويقول صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان حي لا يموت. ابن آدم اعمل ما شئت كما تدين تدان، أو كما قال: التائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.